اقسم لكم بالله العظيم انا اهلاوي متعصب، لكن بكل امانه وبكل صدق ما عجبنيش احتفال امام عاشور بالهدف الثاني في مرمى سموحه. مش كده يا امام عاشور؟ انا مش عارف والله العظيم في ايه. هتقول لي في اكتر من لاعب عالمي احتفل بانه ينفخ بالونه، هقول لك ماشي يا سيدي تمام وشفنا الصور. هتقول لي ده احتفال عادي وبيحصل في الملاعب، هقول لك ماشي تمام بيحصل في الملاعب. هتقول لي امال ايه اللي مزعلك؟ امال مش عاجبك احتفال امام عاشور ليه؟ هقول لك لحاجات واسباب كتيره خالص. اولا اختار بالونه لونها ابيض، طيب بيرمز لايه؟ ثانيا بعد ما نفخ البالونه داس عليها بجزمته عشان يطرشقها، برضه بيقصد ايه بالكلام ده؟ طبعا مهما تحلف لي ومهما تقول لي ومهما تعد لي ومهما تحكي لي ان امام ما يقصدش حاجه، وان امام قال انه بيحتفل ببنته او عامل الاحتفال ده لبنته، هقول لك لا طبعا يا جماعه، احنا عمرنا ما كنا كده في النادي الاهلي. احنا عمر ما كانت الحاجات دي بتصدر مننا في النادي الاهلي. احنا عمر ما اللعب العيال ده كنا بنشوفوه في النادي الاهلي. مش فاهم في ايه يعني هي الاجواء مناسبه يا امام يا عاشور؟ يعني هو الوضع مناسب لحاجه زي ديت؟ يعني احنا كجماهير نادي اهلي وكنادي اهلي ناقصين؟ مش هتاخد عقوبه، ما فيش في لائحه المسابقات عقوبات، هيتقال ان انت ما بتقصدش حاجه، هيتقال ان انت بتعمل الاحتفال لبنتك، هيتقال ان ده احتفال عالمي وفيه اكتر من لاعب عملوه. لكن بصراحه انا كاهلاوي مش مبسوط، مش سعيد بالاحتفال ده، لان انت يعني في الواقع وفي الحقيقه لا، انت تقصد بالبلومه البيضه ديت نادي الزمالك، وتقصد ان انت بتحطها تحت ان هو يعني منفوخ على الفاضي، وان انت بتحطها تفسيها او بتدوس عليها بالجزمه عشان تفسيها ان هو هوا يعني، وان هو خيال، وان هو ما فيش حاجه. طبعا ده غلط، خاصه ان احنا شفنا يعني جماهير نادي الزمالك عملت ايه في ماتش المصري في الدقيقه 74، وجماهير المصري غلطت فيها، وقلنا روح رياضيه، وقلنا محبه، وقلنا موده، وقلنا مهما يحصل بين الاهلي والزمالك. يا عم الاحتفالات دي في حته تانية تمشي، انما معانا مع النادي الاهلي قسما بالله شفنا العجب، شفنا العجب من امام عاشور، وشفنا العجب من كهربا، وشفنا العجب من محمد الشناوي. السنه دي مش عارف اللي بيحصل في النادي الاهلي السنه دي ما شفناهوش خالص قبل كده. يقول ده انا اهلاوي بقول لكم قسما بالله اهلاوي متعصب، ما عجبنيش، ما انبسطتش، رغم ان احتفال عالمي واحتفال عملوا ناس كتيره واحتفال بيحصل في ملاعب ياما، ولكن انت بترمي على حاجه برضو، انت عاوز توصل حاجه، انت عاوز تقول حاجه، يعني نرفزه وزرجنه لجماهير نادي الزمالك، وحاله من التعصب وحاله من الزهق وحاله من القرف، واحنا مش ناقصين. عاوزين العمليه تهدى، عاوزين نتعاملوا تعامل الكبار. النادي الاهلي يا جماعه ما كانش بيحصل فيه حاجات زي ديت خالص، ما كناش بنشوفوها ولا نقبلوها ولا نأيدوها، مهما اتقال، مهما يتقال لك ان ده الاحتفال ما يقصدش بيه نادي الزمالك ولا يقصد بيه حاجه، انما واقعيا قسما بالله يقصد نادي الزمالك، ويقصد ان هو يقلل من نادي الزمالك. عيب يعني، مش ناقصين يعني، عاوزين نهدوا شويه وعاوزين نعقلوا شويه. محمد رمضان سأله بعد الماتش انت تقصد ايه؟ قال له ده احتفال عالمي لعيبه بتعمله وانا عملت زيهم. ما عجبنيش. واي اهلاوي عاقل، اي اهلاوي بيفكر بالمنطق والعقل، لازم الاحتفال ده ما يعجبوش يا جماعه. ما هو الماتش اللي جاي لو ماتش للزمالك ولقيت بقى لعيب في الزمالك جايب بلومه حمراء ونفخه وداس عليها بجد، رد فعلك ايه؟ هتقول ايه؟ هيعجبك المشهد ده؟ لا طبعا مش هيعجبني، وهيكون لي رد فعل عنيف. فما يصحش يا امام عاشور، اعقل بقى واكبر وركز في الملعب، ولاعب كبير ولاعب حلو ولاعب اداء كويس، بين لنا بلعبك، عاوزينك تتكلم بلعبك، عاوزينك تتكلم بالكوره، مش بحاجه تانية اكتر من كده. انت وغيرك من لعيبه النادي الاهلي الانضباط لازم يكون اكتر من كده. بصراحه الله يرحم ايام الكابتن سيد عبد الحفيظ، كان مع مظبط الدنيا في النادي الاهلي، ما كانش فيه غلطه، ما كانش فيه حد يجرؤ يعمل حاجه. وارجو ارجو ارجو من اداره النادي الاهلي انها تحاسب امام عاشور على التصرفات الصغيره ديت، يعني حاجات ما يصحش وحاجات ما تليقش. يا عم انت بتحتفل زي لعيبه العالم، طب اختار لون تاني للبالونه غير اللون الابيض، كانت العمليه هتعدي وكانت العمليه هتمشي. انما كده بصراحه تاني انا اهلاوي وما عجبنيش تصرف امام عاشور. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا لحضراتكم.